او لا، دي تربه رمليه خالصه. المنطقه كانت يعني قريبه من الباديه. حضرتك يا استاذ عصام عشت الفتره الهاديه دي اللي الدنيا كانت فيها رايقه، الناس أيوة كلها طبعا. عارفه بعض، يعني كانهم اسره واحده رغم الزحمه. طبعا. ايوه عشت المنطقه ديت وشفت القهوه اللي احنا قاعدين عليها دي. الله ينور. شكرا يا محمد. شكرا. ده حاطط سكر يا محمد؟ محمد تمام يا محمد. سكر، حاطط سكر؟ حاطط سكر زي الفل. تمام. طيب اتفضل يا استاذ عصام. القهوه اللي احنا قاعدين عليها دهيت قهوه دي من اساس المنطقه واقدم قهوه عندنا هنا في المنطقه، وبتمتاز بوجود عائلات المنطقه الغوانم دي اللي هم عيلة غانم. عيلة غانم. دول من اساس المنطقه برضو. عيلة غانم دول من اقدم الناس اللي هنا. في جزء منهم في سيدي بشر اعتقد. في جزء في سيدي بشر منهم الفنانه علا غانم. ياه. في سيدي بشر، وفي عبد الله هنا اهوت ولاد عمهم برضو في عبد الله هنا. وفي غوانم في الصعيد كمان برضو ولاد عمهم. انما دول رملوه من اساس المنطقه من هنا. عيلة غانم رملوه يا جماعه، واخدين بالكم يعني ايه الرملويه؟ ايوه منطقه الرمل بالظبط. دول من اساس المنطقه. عيلة غانم، عيلة سودان، عيلة رحال، عيلة بصار، عيلة زغمور، عيلة ستحار. دول من اساس الرمل العائلات دي. احنا بنسجل وصوت القطر بيعدي في محطه الرمل على طول ما احنا قاعدين على القهوه هنا القطر رايح محطه مصر، والقطر دوت قطر ابو قير. الناس اللي هي الشعبيه دي استاذ عصام يعني اعتقد سواء في الاحزان او في الافراح متجمعين. وخلينا نتكلم عن الافراح تحديدا، يعني لان دي مرتبطه بالكلمه بالاغاني السكندريه. أيوة. يعني عايشني في جو الزفه هنا في منطقه القصع مثلا والرمل النيل. ما حدش غريب. المنطقه كلها عارفه بعضيها اساسا، اللي هم الناس القدام بتوع المنطقه كلهم عارفين بعضهم. بعض ازاي بقى مثلا؟ ما حدش بيستنى من حد دعوه. عارفين كله عارف. لان انا مثلا رايح اخطب لابني هنا في المنطقه مثلا، كان كده زمان انا رايح اخطب لابني، انا ما بتكلمش. الكبير هو اللي بيتكلم. الكبير دوت ممكن يكون من عيله تانية مش من عيلتي، بس كبير المنطقه كبير احترامه بالظبط. ده ممكن دوت هو اللي يتكلم مش انا حيالله ابو العريس. يا سلام. ماليش دعوه. ويختار ويحدد المهر ويحدد بيقعد بيتفق. لا هو الاول بيبقى قاعد معايا مثلا، انت استطاعتك ايه، عندك مقدار ايه كده. بيكلموا بعض في الامور ديت. بعد كده لما بيقعدوا مع الطرف الثاني الكبير دوت هو اللي بيتكلم، مش ابو العريس اللي يتكلم. ممكن الكبير دوت يكون من عيله ثانيه مش من عيلته، وهو اللي يتكلم. شكل الزفه بس عصام، وانت والراجل مؤرخ فني، يعني احنا مثلا منطقه بحري، منطقه المنشيه، المناطق دي كانت الزفه بقى وبيلعب بالسكاكين كده. هنا برضو كان كده. عايشني الجو ده. والشعله ويطلع جاز من بقه وينفخ الشعله تعلى. والحاجات الفولكلوريه بتاعت زمان، وصلي وعلى النبي صلي، الحاجات ديت زي بحري، زي المنشيه، زي اي منطقه سكندريه قديمه كانت موجوده هنا. بالنسبه للافراح زمان كانت الافراح بتبقى معظمها صباحي للصبح. كانت احسن افراح بتبقى موجوده يوم واحد يا عصام؟ يوم واحد ولا بتبقى؟ لا بيبقى قبل كده اهوت. ممكن تبص تلاقي مثلا ايه اسبوع الفرح دوت كل يوم تلاقي عند بيت العريس او عند بيت العروسه لمه الشباب ويقعدوا يغنوا الاغاني بتاعت يا زايد في الحلاوه عن اهل حينا ويلا بينا. عايز تعوض الله. وشلايه مرسي ابو العباس مدد يا سيدي الاباري ابراهيم عبد الشفيع. الستات برضو في البيوت كل يوم برضو يروحوا جايبين طبلة ويقعدوا يطبلهم والبنات ترقص. فرح في المنطقة كلها. الفرح دوت ما بيبقاش خاص ببيت العريس بس، ده بالشارع كله بالمنطقة كلها. ان الاهالي هنا كلها كانت مرتبطة ببعضيها. يعني كنت ممكن تلاقي مثلا الشارع كله بياكل نوع واحد. يا سلام. يعني لو امي مثلا عامله حله عدس تلاقي الشارع كله بياكل عدس. يا سلام. الحاجه خالتي ام محمد عامله بصاره، الشارع كله ياكل بصاره. الناس كلها كانت مرتبطه ببعض. الفتره دي الفتره دي حضرتها طبعا. حضرت لما كان اللي بتعمل حله محشي لازم تاخدها ودي لخالتك ام فلان، ودي لخالتك ام فلان. يعني يبقى الراجل طالع من بيته الصبح مثلا هيرجع عامل حسابه ان هو هيتغدى سمك. لما بيرجع
بيلاقي الطبليه عليها سمك وعليها سبانخ وعليها عدس وعليها محشي. معروف ان الجيران بعتوا الهدايا. الجيران باعتين الناس كانت قريبه من بعضيها، الناس عارفه بعضيها، ما كانش في حد غريب. تمام. هي الرمالوه كانوا بيمتازوا بكده. حضرتك كمؤرخ فني في العصام، يعني زي ما تقول دي كانت غيتك من صغرك يعني. أيوة. يعني بدايتك كانت ازاي مثلا؟ وانت في الافراح شايف فنانين بيغنوا، شايف شعراء بيكتبوا، يعني احكي لي المنطقه دي خدمت عصام محمود ازاي؟ المنطقه مدتني بمعلومات كتير جدا، يعني لما اجي اتكلم في العادات وفي التقاليد دي حاجات يعني لقيتها موجوده هنا. لما بنيجي نتكلم عن الافراح دي الحاجات اللي انا شفتها هنا. يعني احنا كان عندنا زمان الافراح الفنانين حتى اللي بيجوا هنا هو احنا كنا بنسمعهم في الراديو، ده سبب تعلقي بيهم. ان المطرب بالنسبه لي ما بقاش شيء غايبي، ما هوش عبد الوهاب. انت شايفه قدام منك؟ لا ده انا شايفه قدامي، بياكل وبيشرب وبيسلم على الناس وبيجيني هنا اهو في قلب الشارع يغني لي في قلب الفرح. يعني بسمع ابراهيم عبد الشفيع في الراديو. ما كانش فيه تلفزيون، بسمعه في الراديو. اللي شاف غير اللي سمع. بلاقيه قدام مني واقف في الفرح في الشارع. ارتبطت بالحاله دي. بالظبط كده. كان في بقى ناس تانية برضو ربطونا بالحاله الشعبيه قوي. يعني كان اي فرح هنا كان لازم يبقى فيه حسان شراره. حسان شراره. ده وكانوا بقى ايه يطلعوه في السهرات في قرب الفجر كده، ويروح مغني الفجر شقشق والصبايا هلا. هو كان يعني ايه رايح للناحيه الريفيه، كان بيغني ريفي. فاللهجه بتاعته محببه لاهل المنطقه هنا. اللهجه الرملويه. اللهجه الرملويه. اللهجه دي لهجه اصيله. يعني كانوا زي ايه كده في الكلام مثلا كنا نسمع مثلا على الامه الجني. المصطلحات ديت موجوده على الامه والجني، بس الفرق ما بيننا وما بين بحري ان بحري يقول لك هنتكلموا. الاسكندراني الرملاوي يقول لك ايه، ما احنا بنتكلم يا عم، احنا بنتكلموا يا عم. يعني اللغه في بحري في البلد، احنا هنا نقول عليهم البلد. اللغه دهيت فيها الواو الف اللي هي ايه، اليونانيين زمان كانت واو سين. انطونيوس بطليموس مش عارف ايه، لازم تلاقي قوس في الاخر. هم شالوا القوس دهيت وحطوها بدل السين حطوا الف. نتكلموا بدل نتكلموس مثلا. بالظبط. بدل نروحوس بقت نروحوا. السين اتشالت نوع من التخفيف يعني، واتحط مكانها الف. تمام. هنا الرملاوي يقول لك ايه، ما احنا بنتكلم. في بحري يقول لك ما احنا بنتكلموا. انما الجني الامه الجبنه التركي الفلافل الجلاطه كل الحاجات دهيت موجوده هنا اهو. دي لهجه اهل الرمل. كنت دايما كان استاذ ابراهيم بس بقى ايه، الرملاوي لما يتكلم تلاقي عنده الجيم كتير. لما احنا قاعدين على القهوه اهوت يا استاذ عبد الله تلاقي الجيم كتير عن اللي في بحري. تلاقي عند الرملاوي كلمة الجيم ياما. احنا قاعدين بالجيم. احنا قاعدين بنقولوا لك احنا هنروح ومش عارف يعني ايه. اللهجة فيها الجيم كتير. انا كنت بسأل حضرتك عن الاستاذ ابراهيم شفيق، كان دايما يقول ان كان في حاجه ما اعرفش اسمها السماحي، او اللي هو الالات النحاسيه دي اللي كانت تيجي تعمل زف يعني. ايوه. كانت فرق مشهوره. كانت فرق مشهوره. كان عندنا الريس خليل عبد الله كان في ابو سرحه هنا. اشتغل معاه في ابراهيم. دي كانت بدايه ابراهيم عبد الشفيع. كانت من هنا من منطقه القصعي. كان مع الريس خليل عبد الله. وبعدين اول ما اشتغل في الافراح اشتغل مع وكيل فنانين اسمه الريس حسين عبد الغني، وكانت شهرته حسونه. من هنا من المنطقه حسونه. وبعدين كان في وكلاء فنانين كتير جدا برضو مرتبطين بالقصعي ويحبوا يشتغلوا في القصعي. الحاج سعيد الحضراوي، نور الرملي، دول كانوا اشهر اتنين كانوا يحبوا منطقه القصعي ويشتغلوا في القصعي. وبعدين طالما فرح فيه الحاج سعيد الحضراوي اضمن ان انت هتسهر بقى سهره كويسه. تسمع بمزاج زي ما بيقولوا. حتى ابراهيم عبد الشفيع ده خلاص ده مسوجل. ده لازم يبقى موجود. بدريه السيد، اكرام، حسان شراره، عبد الوهاب سيف، الخواجه عباس، شمس وكتاكيتو، او كانوا قبل كده كانوا اولاد شمس. كان في فرقه دياب، بخيت دياب، الشنكحاوي والزعبلاوي،
ابراهيم الاراجوز، رمضان عيد، ده ما شاء الله يا سيدي. احمد الحبرود، استاذ ابراهيم كان دايما يحكي لي الحكايات دي فعلا. احمد الحبرود، كوكا وافي. ربنا يديها الصحه، يمكن هي فاضله معانا لسه. موجوده الحاجه كوكا والحاجه اكرام موجوده. يعني المنطقه بسم الله ما شاء الله متمسكه بالاصاله السكندريه. الافراح كانت لها طابع رائع جدا.